السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الحلقة الثانية من آن الأوان لفهم القرآن، وعنوان حلقتنا السنة دي بعنوان تدبر الخمس. تدبر الخمس إن إحنا كل يوم بنقف مع جزء من أجزاء القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك، بنبدأ نتكلم فيه عن 5 آيات في كل جزء، وبنتدبر كل آية بنقف مع مجموعة من الفوائد اللي موجودة في الآية دي. ميعادنا النهاردة في الجزء الثاني نبدأ بالآية اللي بتقول: قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الآية دي لو بصينا فيها هتلاقي إن فيها 5 مصائب ذكرت، وهتلاقي إن هي مؤكدة ب3 مؤكدات. هي مؤكدة بالقسم وباللام وبالنون، والتقدير هنا والله لنبلونكم. طيب، من فوائد الآية دي أول حاجة ابتلاء العباد بما ذكر الله عز وجل من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ومن رحمة ربنا أن ربنا قال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الابتلاء لما بينزل بالمؤمنين بيكون للتمحيص وليس للتمحيق، ليس للمحق. تمام؟ فدي من رحمة ربنا على المؤمنين أن يحصل تمحيص ويحصل نقص في النعم، لكن لا يكون الابتلاء محقا لهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. دي أول حاجة. الحاجة التانية إن الناس عند وقوع المصائب اللي بيتبادر للذهن دايما إن هم حاجتين: يا إما يصبر أو صابر، وده اللي ربنا بشره قال وبشر الصابرين، أو ساخط إن هو بيسخط على ما وقع من البلاء. لكن عشان تعرف الناس عند وقوع المصيبة على 4 مقامات. المقام الأول هو مقام الصبر، وهو واجب، الصبر واجب. والمقام الثاني هو مقام الرضا. طيب، ومقام الرضا ده بيكون مستحب أو سنة على القول الراجح، ده مقام الرضا. طب إيه الفرق بين الصابر والراضي؟ الصابر ده بيتجرع مرارة الصبر ويشق عليه ما وقع عليه من بلاء، لكن بيحبس نفسه عن السخط. طيب، والراضي؟ أما الراضي فإن المصيبة على قلبه باردة ولا يتجرع مرارة الصبر. يبقى ده مقام الرضا. المقام الثالث مقام الشكر. واحد يقول لك عند المصيبة يشكر رب العالمين. طب أشكر رب العالمين إزاي؟ قال لك من خلال حاجتين. الحاجة الأولى إن هو يحتسب الأجر، واحتساب الأجر إن يحتسب الأجر عند وقوع المصيبة ويعلم أنه كلما عظم المصاب كلما عظم الأجر. حتى أن بعض العباد كان بيقول: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. يبقى دي أول طريقة تشكر بها رب العالمين. الطريقة الثانية إن الإنسان يصاب في أمر من أمور الدنيا فيشكر رب العالمين أن هذه المصيبة لم تكن في أمر من أمور الآخرة، لم تكن في أمر من أمور الآخرة، من أمور الدين. فهنا بيبدأ برضو يصل لمقام الشكر. يبقى ده المقام الثالث. المقام الرابع واللي هنختم بيه أعاذنا الله وإياكم مقام السخط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وطبعا السخط في المواقف دي أو في عند المصائب والبلايا من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فنسأل الله عز وجل أن نكون من الصابرين الراضين الشاكرين لرب العالمين عند وقوع البلايا، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. الآية الثانية اللي هنقف معاها النهاردة هي الآية اللي بتقول: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الفايدة الأولى في الآية دي إن المتبوعين لا ينفعون أتباعهم، لقول الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. بالعكس، ده بيتبرأ منه كمان ويبعد عنه. الفايدة الثانية إن الأمر لا يقتصر على عدم النفع، بل يتعدى للبراءة والتباعد. عارف اللي هو بيتخلى عنك في وقت الأزمة أو وقت المصيبة، هو بيتخلى عنك فيما أنت فيه. لا، ده بيتبرأ وبيبعد وكل حاجة. وده أشد حسرة على الذين اتبعوا أهل الباطل وكانوا لهم أتباعا في الدنيا، سيكون ذلك عليهم حسرة وندامة في الآخرة يوم القيامة. الفايدة الثالثة ثبوت العقاب، لقول الله عز وجل: ورأوا العذاب. ويتفرع عليه طبعا ثبوت البعث، ثبوت البعث. وده من الأمور اللي احنا بنؤمن بيها كمؤمنين موحدين لرب العالمين. الفايدة الرابعة إن الله عز وجل يوم القيامة يجمع بين الأتباع والمتبوعين. ليه بقى؟ توبيخا لهم وتنديما لهم وأشد حسرة عليهم. تخيل انت كده لما تشوف فلان ده كنت بتعظمه وكنت بتتبعه في أمور الدنيا، ماشي وراه وانت بتعظمه، هو عندك حاجة عظيمة. لا، ده انت وهو مع بعض كده يوم القيامة، وكل واحد عمال يتبرأ من التاني ويبعد عنه ويتخلى عنه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وانتوا عارفين ان حتى في أمور الدنيا عندنا مثل يقول لك ايه: اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته.
لكن ده في الدنيا. إنما في الآخرة رب العالمين قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني في الآخرة فلان ده بيعذب وفلان بيعذب، ولا ده هيخفف عن ده ولا ده هيخفف عن ده، مش زي في الدنيا. في الدنيا بقى إيه، فلان يقول لك ده أنا عندي كذا وكذا وكذا، فإذا رأى غيره مصاب بكذا وكذا وكذا أكتر منه يقول لك يا سيدي الحمد لله، ده فلان عنده واحد اتنين تلاتة، الحمد لله إن الموضوع معايا على قد كده. اللي يشوف بلوة غيره تمام تهون عليه ايه بلوته، ده في الدنيا. لكن في الآخرة ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الفايدة الخامسة إن جميع الأسباب الباطلة التي لا ترضي الله ورسوله تنقطع بأصحابها يوم القيامة وتزول ولا تنفعهم. الآية رقم 3 اللي هنقف معاها النهاردة، ربنا بيقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. من فوائد الآية دي رقم 1 ألا تغتر بظواهر الأحوال. مش يا جماعة تسمع واحد كلامه يعجبك كده وخلاص تقول وراه تمام الراجل ده كويس وزي الفل، ما تغترش. حتى ان الناس اللي بتتعلم مثلا بعض المهارات زي مهارات التفاوض يقول لك كده شرط، لو انت قاعد بتتفاوض على طاولة التفاوض، على طاولة التفاوض يعني بتتفاوض مع اللي قدامك، فيقول لك اوعى تغتر بالعرض بتاعه، اوعى تغتر بالعرض بتاعه وطريقه العرض بتاعته، لان هو ممكن بطريقه العرض دي يبدا يجذبك وياخدك في اتجاه انت ما كنتش داخل عشانه. انت داخل عارف ان انت والله بتتفاوض على امر معين، اخرك او الحدود بتاعتك في التفاوض هتوصل للحته الفلانيه مش هتعرف تنزل عنها. لا، هو طريقه عرضه ليك سحبك خالص وخلاك تقتنع بالحاجه اللي بيقولها وتوافق وتتنازل عن الليميت او عن الحدود اللي انت كنت عاوز تقف عندها ساعه التفاوض. فدي حتى معروفه للناس اللي بتدرس تفاوض بشكل قوي، عارفين النقطة دي ما يتخدعوش بيها. كذلك أنت في الدنيا، ربنا قال إيه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يبقى أول حاجة لا تغتر بظواهر الأحوال، لا بكلام، وحتى بعض الأفعال قد تعجبك وتحتوي على إيه وتكون منطوية على كفر. يبقى دي أول فايدة بنتكلم عنها. تاني حاجة إن الصنف ده ربنا قال ويشهد الله على ما في قلبه، ده ويشهد الله عز وجل على ما في قلبه. تمام، وده ما يمنعش إن هو إيه كاذب، ما يمنعش إن هو كاذب وإن هو ألد الخصام كما قال رب العالمين. ثالث فايدة الإشارة إلى ذم الجدال والخصام. ودايما يا جماعة في الغالب الجدال والخصام لا يكون فيها بركة، لا يكون فيها بركة. وقد ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم هو الإنسان المجادل المخاصم بالباطل ليدحض به الحق. ده قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. طيب حال الجدال هنلاقي أن هناك من يجادل لينصر قوله ولو بالباطل، ده لا يوفق ولا تجد له بركة في العلم. طيب هل في أماكن معينة أو في أوقات معينة ينفع الحد يجادل فيها؟ طبعا. لو أنت بتجادل حتى تظهر الحق وتظهر دين الله عز وجل ودخلت في جدال فأنت مأمور بهذا. قال رب العالمين وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن الإنسان يمدح بهذا أن هو بيدافع وينافح عن دين رب العالمين. الآية رقم 4 اللي هنقف معاها النهاردة قول الله عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. من فوائد الآية انخداع الكافرين بالحياة الدنيا لقول الله عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا. دي أول حاجة. الحاجة التانية إن الكفار عاشقون للدنيا طالبون لها، همهم وغرضهم الدنيا هي زينت لهم، ومن زين له شيء كان طالبا له بشتى الطرق. الفايدة الثالثة إن المؤمنين ليست الدنيا في أعينهم شيئا، ليست الدنيا في أعينهم شيئا لقول الله عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا من أمور الدنيا وأعجبه كان يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. والعجيب أن من طلب عيش الآخرة طابت له الدنيا، ومن طلب الدنيا ضاعت منه الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الفايدة الرابعة حقارة الدنيا. هي جاية يا جماعة من الدنو رتبة وزمانا، زمانا لأن الدنيا قبل الآخرة، ورتبة لأن ما في الدنيا قليل بالنسبة للآخرة. تمام؟ فهنا حقارة الدنيا. حتى الملذات والملهيات اللي موجودة فيها قد تصاحب بتنغيص بتكدير، إلا طبعا أمر المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له
وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يبقى ده حال المؤمن في الدنيا، لكن الدنيا حقيرة جدا. الفايدة الخامسة ألا تركن إلى هذه الدنيا، لكن تجعل الهمة منصرفة إلى أمور الآخرة. طيب ما نستمتعش بأي حاجة في الدنيا؟ لا، تستمتع بما أحل الله عز وجل لك في الدنيا مع الاستقامة على أمور الدين. الفايدة الستة إن الكفار لا يزالون يتسلطون على المؤمنين. ربنا قال إيه؟ ويسخرون من الذين آمنوا. يسخرون فعل مضارع يدل على الاستمرار. الفايدة السابعة إن العبرة بكمال النهايات. ربنا قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الفايدة الثامنة تثبيت المؤمنين وترسيخ أقدامهم في الإيمان، لقول الله عز وجل ويسخرون من الذين آمنوا. يعني ده ديدنهم وشأنهم ودأبهم إن هم هيسخروا منكم ويتسلطوا عليكم. فلما أنت تبقى عارف مسبقا إن هيحصل الكلام ده، المطلوب منك إيه؟ إن أنت تصبر وتكون مستعدا ولا تتأثر بهذا. الفايدة التاسعة البشرى للمؤمنين الذين اتقوا أنهم فوق الذين كفروا يوم القيامة. وآخر فايدة نختم بيها كثرة رزق الله عز وجل. ربنا قال والله يرزق من يشاء بغير حساب. رزقني الله وإياكم رزقا واسعا. آخر آية هنقف معاها النهاردة هي الآية اللي بتقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أول فايدة في الآية دي إن الإنسان لا حرج عليه إذا كره ما كتب عليه، لكن الكره هنا من حيث الطبيعة مش من حيث أمر الشارع. يعني لو طبيعة الإنسان كره حاجة زي كده فهنا من حيث الطبيعة، لكن كأمر الشارع المطلوب فيه الرضا وانشراح الصدر لأمور إيه؟ الأمور التي شرعت وكتبت علينا. الفايدة رقم 2 إن الإنسان لا يعلم الغيب. ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فايدة رقم 3 عموم علم الله عز وجل لقوله والله يعلم. وآخر فايدة اتكلم عنها النهاردة هي ضعف الإنسان. ضعف الإنسان، لأن الأصل في الإنسان عدم العلم. قال رب العالمين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال ممتنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم. دي كان آخر حاجة النهاردة هتكلم عنها في الفوائد. أتمنى إن شاء الله تتابعونا الفترة اللي جاية في حلقات تدبر الخمس، وما تنسوش عاوزين كلنا نفهم كتاب ربنا. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.